تصدق إن في مكان في القاهرة كانت الناس بتدخله علشان تنظف جسمها وتطلع وهي عارفة أسرار نص الحي؟ حمامات القاهرة الفاطمية. مش حمام وبس، دي حكاية عمرها أكتر من 1000 سنة. أهلا بيكم في المشربية، المكان اللي بنبص فيه على التاريخ من شباك الروح. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ الحكاية. زمان قبل الدش والسخان، وقبل ما كل بيت يبقى فيه حمام، كان في مكان واحد بيجمع الغني والغلبان، الست والراجل، الفرحان واللي شايل همه. مكان اسمه الحمام العام. وفي القاهرة الفاطمية الحمام ما كانش رفاهية، ده كان جزء من الحياة. الحمام الفاطمي مش مجرد مكان مية سخنة، ده مبنى متخطط بذكاء غريب. مدخل متعرج، قاعات متدرجة في الحرارة، بخار، رخام، وسقف فيه فتحات صغيرة تدخل نور خافت تحسسك إنك جوه عالم تاني. الخصوصية كانت مقدسة، والنظام كان أهم من أي حاجة. الحمام كان رحلة مش خطوة واحدة، كانت أول محطة وهي المشلح أو المسلخ. كنت تسيب هدومك وهمومك وتقعد تهدى شوية وتشرب كوباية شاي. تاني مرحلة وكانت البيت الدافي، ودي كانت المرحلة الانتقالية، الجسم يبدأ يسخن واحدة واحدة علشان ما يتصدمش. آخر مرحلة كانت البيت السخن، وهنا بقى السحر، بخار مية سخنة، دعك، تكييس، والجسم يطلع جديد، شمعة منورة. والفاطميين كانوا عبقرة، البخار كان بيتعمل من خلال أفران تحت الأرض تسخن المية وتعدي الحرارة في الجدران، يعني دفى من غير دخان ونظافة من غير تعب. الحمام كان مكان ستات تحكي فيه أسرارها، تجهيز العروسة قبل الفرح، احتفال بالسبوع، علاج لأوجاع الجسم، وحتى الصلح بين الناس. فيه اتقالت حكايات واتخذت قرارات واتفكت كربات. كان من أهم الطقوس عند العروسة حمام العروسة، إن العروسة كانت تدخل الحمام وسط زغاريت وشموع وبخور، كأنها بتتولد من جديد وبتبدأ حياة جديدة. حمام الستات كان عالم لوحده، فيه ضحك، غنى، أسرار، وصفات جمال، وحكايات عن البيوت والجواز والخلف. كان مساحة أمان في زمن المساحات كانت قليلة. الفاطميين اهتموا بالحمامات لأنهم كانوا مؤمنين إن النظافة عبادة، فبنوا حمامات قريبة من المساجد والأسواق. والحمامات دي كانت بتراعي الفقراء، وكان ليها أوقاف علشان تفضل شغالة. حمامات القاهرة الفاطمية دلوقتي كتير منها اندثر، وكتير لسه واقف بس متساب، زي حمام بشتك، حمام المؤيد، حمام مرجوش، حمام السكرية، حمام الدرب الأصفر. أماكن شاهدة بس محتاجة اللي يسمع حكاياتها. ودلوقتي لو رجع الزمن تحبوا تدخلوا حمام فاطمي ولا تحسوا إن الخصوصية دلوقتي أهم؟ هستناكم تبعتولي آرائكم في الكومنتات. حمامات القاهرة الفاطمية مش حجر وطوب وبخار، دي كانت مسرح حياة بيتغسل فيه الجسد بالمية وبتستريح فيه الروح. وكانت ذاكرة مدينة بتحكي عن ناس كانت بتفهم إن الراحة مش بس للجسم لكن للروح كمان. دلوقتي استنونا في حكاية جديدة من حكايات المشربية من قلب القاهرة القديمة، وكل حجر وليه حكاية.